بقالنا كتير جدا مش موجودين على الساحة، ولا بننزل فيديوز ولا بنعمل ريفيوز ولا بنتكلم عن الكتب زي ما كنا متعودين قبل كده. وللأسف فترة الانقطاع الكبيرة اللي المرة دي عدت أي ليميت ممكن أكون كنت منقطع فيه خالص كان بسبب هتكلم فيه معاكم في الفيديو ده. ولكن في فيديو النهاردة خلينا أتكلم معاكم عن بعض الأعمال المهمة اللي أنا ناوي أتكلم عنها الفترة اللي جاية. الفترة اللي فاتت صادف ان انا للاسف بسبب ظروف عملي سافرت خارج جمهورية مصر العربية، فحاليا انا مش موجود في مصر، انا موجود في المملكة العربية السعودية. وطبعا السات بتاعتي مش موجودة، المعدات بتاعتي مش موجودة، الكتب اللي انا خدتها وجبتها من معرض الكتاب مش معايا، فبالتالي الوضع كان واخد مني وقت طويل جدا على ما قدرت على الاقل اطلع باقل القليل اللي انتوا شايفينه ده واعرف اجيب الكتب بتاعتي، او على الاقل مجموعة الكتب اللي معايا دي من مصر، علشان اقدر ان انا اقراها واقدر اني ارجعها معاكم واقدر ان انا حتى اتكلم عنها. ففي فيديو النهارده انا جاي اتكلم معاكم عن بعض الاعمال اللي انا قدرت ان انا اجيبها معايا من مصر عشان اقراها فتره التواجد بتاعتي هنا داخل المملكه العربيه السعوديه، واللي اكيد ان شاء الله اول ما كل كتاب فيهم يخلص هنعمل عنه ريفيو. خليني دلوقتي ابتدي معاكم باول كتاب، وهو صيد فيل مجنح للكاتبه شيرين هنائي من اصدار الشركه العربيه الحديثه روايات مصريه للجيب. على حد علمي دي مش روايه، دي مش سلسله، دي روايه، والروايه دي الطابع بتاعها مختلف تماما عن طابع الروايات اللي انا متعود عليه من الكاتبه شيرين هنائي الحقيقه يعني. ودي حاجه مخلياني مبسوط ومتخوف شويه في نفس الوقت، ولكن انا بالفعل بدات العمل ده وفي نصه فعلا، والحقيقه لحد دلوقتي انا مستمتع جدا 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 بالكلام اللي انا قريته داخل العمل. خليني ادخل معاكم دلوقتي في العمل الثاني، وهو ميت مطلوب للشهادة من كتابة الكاتبة سمر عبد العظيم ومن إصدار دار دون في معرض الكتاب 2024. الكتاب ده بيتكلم عن شهادة وحكايات من أروقة الطب الشرعي، ايه اللي هيحصل لو احنا قرينا ولو الميت بيحكي لنا اللحظات الاخيره في حياته. الكتاب ده كان واحد من الكتب اللي انا كنت متحمس لها جدا 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 وقت معرض الكتاب. والحقيقه لما كنت جاي هنا كان واحد من الكتب اللي كانت بالنسبه لي في التوب بريوريتي ان انا اخدهم معايا علشان اقراهم واعرف يا ترى الكتاب ده في الاخر هيكون بيتكلم عن ايه وهيتكلم عن الموضوع ده ازاي. اما العمل الثالث اللي معايا دلوقتي فهو اثر اليعصوب من كتابه ميخائيل عماد ومن اصدار دار كيان في معرض الكتاب 2024. الحقيقه الكتاب ده انا جبته بناء على ترشيح شخصي جدا وقوي جدا وزن كتير جدا من طارق عز، من طارق الصراحه. لما كنا في معرض الكتاب وشفت الكتاب ده سالته عليه لان انا عارف ان هو كان منزل عنه ريفيو تقريبا في وقت المعرض، فلما سالته قال لي ده واحد من الكتب اللي انت كنت لازم تجيبها ولازم يبقى واحد من الكتب اللي معاك من حصيله ومن حصاد معرض الكتاب. فبالتالي ما قدرتش ان انا افوت الكتاب ده انه ما يكونش معايا، وبالتالي كان واحد من الكتب اللي كانت محطوطه برضو عندي في البريوريتي ان الكتاب ده يكون موجود معايا هنا في المملكه. اما العمل الرابع اللي معايا دلوقتي هو طعام الالهه من كتابه محمد احمد حسين من اصدار الشركه العربيه الحديثه روايات مصريه للجيب. روايات مصرية للجيب كانت عاملة مسابقة لنشر روايات قبل معرض الكتاب بكام شهر، ودي الرواية اللي فازت بالمركز الأول في المسابقة دي. علشان كده أنا متحمس جدا للرواية دي. أنا حقيقي ما أعرفش أي شيء إطلاقا عن اللي موجود داخل محتوى العمل، ولكن كون إن دي الرواية اللي فازت بالمركز الأول في المسابقة بتاعت روايات مصرية للجيب كانت مخليني متحمس إن أعرف العمل ده ناوي يتكلم عن إيه أو إيه اللي ممكن يكون موجود داخل العمل ده، خاصة إن الغلاف زاولني كده في حاجه ليها علاقه بمثل ايكاروس بتاع الدكتور احمد خالد توفيق. انا ما اعرفش هل الموضوع ليه علاقه بايكاروس ولا لا، خاصه مع الراجل اللي طاير وجناحات والكلام، مديني الفايب او الاحساس بتاع شخصيه ايكاروس او القصه بتاعت ايكاروس. فهل اصلا في وجه تشابه ولا دي ممكن تكون مجرد خيالات في دماغي؟ فالحقيقه الكتاب ده برضو كان واحد من الكتب اللي انا متحمس لها جدا واللي انا سعيد ومبسوط جدا انه معايا. اما العمل اللي معايا دلوقتي فهو روايه جالفانيزم لهيثم موسى من اصدار دار ابهار في معرض الكتاب 2024. انا بحب هيثم موسى وبحب كتابات هيثم موسى، وهيثم موسى كاتب شاب مجتهد جدا 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 جدا. ومش عايز اقول ان انا عارف الروايه بتتكلم عن ايه، لان طبعا هيثم كان بيكلمني عن الروايه بقاله كتير جدا من قبل اصلا الروايه ما تنزل على مدار سنه 2023. كنا بنتكلم كتير عن الروايه، فانا عارف الفكره بتاعت الروايه ومتحمس ليها جدا وكنت مستني ان اقراها. والحمد لله بعد الاوضاع حاليا ما استقرت وجبت معايا الكتب والروايات والاعمال اقدر دلوقتي ان انا اقراها وان انا اعمل لكم عنها ريفيو اول ما اخلصها. اما العمل اللي هكلمكم عنه دلوقتي فهو غواني الاسكندريه من كتابه مصطفى نصر،
ومن إصدار دار كيان في معرض الكتاب 2024. الكتاب ده بسبب العنوان وبسبب الغلاف وبسبب النبذة اللي كانت موجودة ورا، أنا كنت متحمس جدا 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 للكتاب ده وللعمل ده. أنا قريت الكتاب، خلصت الكتاب، كتبت الريفيو بتاع الكتاب، وهيكون واحد من أوائل الريفيوز اللي هتنزل. ولكن خلي الكتاب ده دلوقتي على جنب، لان احنا ممكن نقعد نتكلم عليه كتير جدا 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 بقى، ولكن ده مش وقته. بس غواني الاسكندريه كان واحد من اوائل الكتب اللي انا قريتها اول ما وصلت. اما العمل اللي انا هكلمكم عنه دلوقتي فهو عمل انا متحمس له جدا، لان كاتب العمل ده انا اوريدي صورت معاه حلقه في البودكاست اللي انا عامله اللي اسمه بودكاست، وهو دكتور احمد خالد مصطفى، وكتاب القادمون اللي احنا لسه مش عارفين هو كتاب ولا روايه، ولكن احنا لسه هنقرا ولسه هنشوف الكلام. الكتاب ده اتعمل عليه كالعاده او كعاده اعمال دكتور احمد، اتعمل عليه ضجه كبيره جدا. الكلام اللي موجود صح، الكلام اللي موجود غلط، دخلنا في نفس الدوامه اللي دايما بندخل فيها في كل مره. وانا مأجل كل الكلام اللي ممكن يتقال عن العمل لحد ما اقراه واتفكر في الكلام اللي موجود جواه، واقدر ان اكتب له ريفيو يكون موضوعي ومنطقي، واقدر بعد كده ان انا اصوره لكم وتتفرجوا عليه. لا الروايتين دول بقى، لا دول خليهم على جنب، هنتكلم عليهم في الاخر. اخر روايتين دول خليهم على جنب، هنتكلم عليهم في الاخر. خليني دلوقتي يا صديقي العزيز اكلمك عن بقيه الكتب اللي معايا، وخليني ابتدي بوهو علي هين للكاتبه رولا خرصه من اصدار دارداون في معرض الكتاب 2024. انا قرات كل الاعمال السابقه للكاتبه رولا خرصه، بيعجبني جدا الحياديه اللي هي بتتكلم بيها، بيعجبني جدا الموضوعيه اللي هي بتناقش بيها القضايا الدينية أو القصص الدينية اللي هي بتتناولها في الأعمال وفي الكتابات بتاعتها. علشان كده أنا متحمس جدا 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 اللي هو علي هين، لأن كتابات الكاتبة والأستاذة رولا خرصة بتدخل القلب حقيقي، بتدخل القلب بسبب سلاستها وبسبب أسلوبها البسيط والسلس والناعم جدا 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 في الكتاب. أما الرواية اللي هكلمكم عنها دلوقتي هي سرداب قصر البارون للكاتبة مروة جوهر من إصدار دارداون للنشر والتوزيع في معرض الكتاب 2024. أنا بحب كتابات مروة جوهر جدا. الرعب اللي هي بتكتبه بيتسم بالواقعيه، بيتسم بان هو حاجه حقيقيه، تحس ان واحد صاحبك قاعد معاك على القهوه وبيحكي لك قصه مرعبه حصلت معاه، فبتلاقي ان القصه اللي مكتوبه، بتلاقي ان الحدوته اللي بتتحكي لك بتتسم بالواقعيه، بتتسم بان هي حاجه حقيقيه، تحس ان هي انت تقدر تلمسها بايدك نوعا ما، تحس انها قصه انت تعرفها، قصه سمعتها قبل كده او مش سمعتها قبل كده، بس الواقعيه بتاعتها ملموسه، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. للاسف انا رغم ان انا قريت الاعمال السابقه اللي كاتبها مروه جوهر، الا اني للاسف ما حالفنيش الحظ ان اعرف اصور اي عمل منهم في ريفيو، ولكن السنه دي ان شاء الله مش هتخلص قبل ما اكون مصور الكتاب ده في ريفيو ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الرواية التانية اللي معايا دلوقتي هي رواية كوشكو للكاتب ولاء كمال من إصدار الدار المصرية اللبنانية في معرض الكتاب 2024. أنا قريت الرواية السابقة والعمل السابق للكاتب ولاء كمال، وهي رواية القداس الأخير، والحقيقة إنها كانت واحدة من أجمل الروايات اللي أنا قريتها من فترة طويلة جدا جدا جدا. يكفي ان الرواية اللي فاتت نزلت من حوالي 3 سنين او 4 سنين ولسه معلمة معايا لحد دلوقتي كواحدة من افضل الروايات اللي انا قريتها في اخر مثلا 5 6 سنين. حقيقي كانت رواية مختلفة. علشان كده لما ولاء كمال نزل كوشكو انا تعمدت اني ما اشوفش اي ريفيوز عنها، ما اقراش اي كلام مكتوب عن الرواية، اي ريفيو بشوفه قدامي عنها ما اقراهوش، لان انا عايز اخد الرحله من ايد ولاء كمال من اول صفحه لاخر صفحه زي ما حصل مع القداس الاخير. اما الروايه الجايه اللي هكلمكم عنها هي ما لم تخبرنا به امنه من كتابه ريهام راضي من اصدار دار الرواق في معرض الكتاب 2024. انا قريت العمل السابق، احد الاعمال السابقه للكاتبه ريهام راضي، والحقيقه عجبني جدا في الكتابه بتاعتها ان هي خفيفه، انك تحس انك انت بقى بجد قاعد مع واحد صاحبك على القهوه، واخدك كده قاعد معاك وبيتكلم معاك في موضوع وسحلك معاه، انت مسحول، انت رايح، هو واخدك معاه في حوار وانت رايح معاه مسحول، وحاجه تديك على دماغك وحاجه تلطشك على وشك، وعمال تتدرمغ يمين وشمال معاه في القصه وفي الحدوته وانت مسحول معاه. فده اللي حصل لما قريت العمل السابق لريهام راضي، فعشان كده انا متحمس جدا لما لم تخبرنا به امنه عشان اعرف ايه هي القصه الجديده والحدوته الجديده اللي هي عايزه تحكيها لنا في العمل ده وفي الروايه دي. اما العمل اللي معايا دلوقتي واللي هكلمكم عنه هو فارس من الممالك السبعه من اصدار دار كيان للنشر والتوزيع ومن ترجمه هشام فهمي. القصه دي او العمل المترجم ده الكبير جدا كالعاده ده من العالم بتاع جيم اوف ثرونز، دي one of the tales of the Game of Thrones universe، واحدة من القصص اللي ليها علاقة بالعالم بتاع جيم اوف ثرونز. علشان كده انا متحمس جدا للعمل ده، لان الرواية دي احداثها بتحصل قبل 100 سنة من الاحداث بتاعت جيم اوف ثرونز، فاحنا بنتكلم ان الاحداث مش بعيدة، القصة مش بعيدة. فيا ترى ايه هي القصة بتاعت فارس من الممالك السبع؟ مين الفارس وعمل ايه وليه قصته تستاهل انها تتحكي؟ اما الرواية اللي معايا دلوقتي فهي رواية الوحي للكاتب والمهندس المعماري احمد عثمان من اصدار دار ابداع. الرواية دي
اتسرقت واتحولت لمسلسل، والمسلسل ده هو مسلسل قابيل. فانا متحمس جدا اني اعرف النص الاصلي اللي اتعمل منه مسلسل بالجمال بتاع مسلسل قابيل، النص الاصلي بتاعه بقى عامل ايه. عشان كده انا متحمس جدا للعمل ده، وده كان واحد من الاعمال اللي كان لازم اجي بيها علشان اقراها هنا. اما اخر عملين معايا النهارده فهم عملين مترجمين، ما جبتهمش معايا من مصر بل اشتريتهم من هنا من اول ما وصلت المملكه العربيه السعوديه. اول واحد فيهم هو المد الهائل من ترجمه ياسمين البطاط. رواية المد الهائل يا جماعة هي الرواية اللي اقتبسوا منها مسلسل الكرتون عدنان ولينا. فطبعا انا اول ما لقيت العمل ده واول ما شفت العمل ده كان لازم يبقى معايا وكان لازم اقراه. واصلا القصه بتاعت ان ازاي الكتاب ده وصلني وازاي الكتاب ده بقى معايا دي قصه يعني هحكيها لكم في الريفيو بتاع العمل ده، في الريفيو بتاع الروايه المترجمه دي. الروايه دي المد الهائل The Incredible Tide من اصدار دار فوجي ومن ترجمه ياسمين البطاط. الروايه دي جبتها من هنا، واكتشفت على فكره بالمناسبه لما جيت هنا المملكه العربيه السعوديه ان الادب الياباني المترجم منتشر هنا بكثره، منتشر بشكل انا ما كنتش متخيله ولا كنت مستوعبه فعلا. فدي مش الروايه الوحيده اليابانيه اللي مترجمه اللي معايا دلوقتي، دي الروايه الاولى. واكيد اول ما راجعها هحكي لكم القصه بتاعتها ازاي اصلا الروايه دي، ازاي الروايه المترجمه دي وصلتني. اما العمل التاني المترجم اللي معايا هو قبر اليراعات من ترجمة ياسمين السعدي، وبرضه من إصدار دار فوجي وبالتعاون مع مجرة للنشر والتوزيع. فهي بالتعاون ما بين دار مجرة للنشر والتوزيع وما بين دار فوجي. دي الرواية دي قبر اليراعات، وكمان المد الهائل ده انكريدبل تايد، الاثنين من إصدار الدارين دول، دار فوجي ودار مجرة للنشر والتوزيع. طبعا علشان انا مش فاميليار لسه مع دور النشر اللي موجوده هنا، انا طبعا عارف دار فوجي بس بقيه الدور التانية انا لسه مش فاميليار معاها قوي، فانا لسه يا جماعه معلش استحملوني. ومن ترجمه ياسمين السعدي برضو قبر اليراعات Grave of the Fireflies او Grave of the Fireflies، هو كمان روايه تم اقتباسها لعمل او لفيلم انمي بيحمل نفس الاسم. فانا كنت متحمس جدا ان اجيب العملين دول، ان اقرا العملين دول، ان اشوف العملين دول بيتكلموا عن ايه. خاصه العمل ده صغير جدا صغير جدا، دي نوفيلا يا جماعه، دي نوفيلا والله نوفيلا ولسه بشوكها والله اهي. فيعني انا متحمس جدا 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 ان انا اقرا. وبس كده يا صديقي العزيز، هي دي لستة الكتب والاعمال اللي انا جبتها واللي موجوده معايا، في منهم العملين دول اللي اشتريتهم من هنا، وبقيه الاعمال اللي انا عرفت ان انا اجيبها معايا من مصر علشان اقراها واحاول ان اقدر اراجعها قبل نهايه السنه ان شاء الله. وبس كده، شكرا ليكم واشوفكم في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.